السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن مصطلح أو عن ترجمة مفهوم أو كلمة عاوز أروح التواليت أو الحمام باللغة الإنجليزية. طبعا ليها معاني كتير جدا، هنتعلم المعاني بتاعتها في حلقة النهاردة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. أول حاجة عندي I need to go to the toilet. I need to go to the toilet. أنا محتاج أروح التواليت. كلمة toilet أغلب استخدامها في إنجلترا وأستراليا. تمام، زي ما هو واضح قدامي كلمة toilet أغلب استخدامها في إنجلترا وأستراليا. طيب I need to go to the bathroom. I need to go to the bathroom يعني محتاج برضو أروح الحمام. كلمة bathroom أغلب استخدامها في أمريكا الشمالية، تمام، سواء كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن إيه تاني؟ I need to go to the washroom. I need to go to the washroom. washroom هنا بمعنى برضو الحمام أو التواليت. كلمة washroom تستخدم في كندا مع كلمة bathroom. يعني أنا لو حد قدامي قال كلمة washroom أعرف إن هو كندي الأصل. إيه تاني؟ I need to use the restroom. كلمة restroom بتستخدم في أمريكا وغالبا ما تعبر عن حمام عام. تمام. Where is the gents? Where is the gents? كلمة gents تستخدم في انجلترا مع الطبقات الراقية اللي هي الجنتلمان. تمام، هم بيقولوا where is the gents. تمام. I need to take a leak. لو حد قال قدامي I need to take a leak معناه انه بيستأذنك انه يدخل الحمام. احتاج ان اقضي حاجتي. تمام، يبقى I need to take a leak معناها اريد او احتاج ان اقضي حاجتي. ايه تاني؟ I need to hit the John. I need to hit the John معناها برضو احتاج ان اقضي حاجتي بالعامية. تمام. بعد كده I need to visit the loo. I need to visit the loo. كلمة loo هنا بيستخدمها كبار السن في انجلترا، الناس بقى اللي عندها 70 سنة و80 سنة، الناس الكبيرة في السن بيستخدموا كلمة loo للتعبير عن التواليت أو الحمام. I need to go to the lavatory أو lav. تمام. lavatory اللي هي الحمام برضو، وهذه الكلمة تعتبر من الكلمات القديمة المستخدمة بشكل قليل جدا في انجلترا. تمام، كانوا بيستخدموها في الطيارات مثلا، اللي هو يبقى مكتوب مثلا على باب الحمام في الطيارة lavatory مثلا ولا حاجة. تمام. طبعا الطيران الخاص بتاع انجلترا، يعني انا حتى كمان انا ذاكرها بقايل هنا من الممكن ان تكتب على لافتات تشير الى اماكن الحمامات او في الطائره. تمام. طيب I need to answer the nature's call. I need to answer the nature's call. لو حد قال قدامي الكلمه دي او الجمله دي اعرف على طول انه بيستأذن في دخول التواليت. تمام. ايه تاني؟ I need to powder my nose. I need to powder my nose. برضو معناها طريقة مهذبة تميل للفكاهة للتعبير عن قضاء الحاجة. تمام، يبقى I need to powder my nose مش الترجمة الحرفية خالص، لا هنا معناها يريد قضاء حاجته. I need to relieve myself. I need to relieve myself. لو حد برضو قال قدام المصطلح ده أعرف إنه بيستأذن في دخول الحمام. أسلوب مهذب لطلب الحمام. I need to spend a penny. ممكن برضو اسمع الجملة دي اسمها I need to spend a penny. مش معناها يصرف عملة اللي هي البنس او كده، لا معناها ان هو عايز يدخل التواليت. I have to be. I have to be. وهنا I have to be لما واحد مثلا بيبقى خلاص على اخره وعايز يدخل الحمام ضروري جدا عند الشعور بعدم السيطرة على النفس، من الضروري جدا الذهاب للحمام. لو حد قال قدامي الجملة دي اعرف ان هو يعني ايه بالبلدي كده مزنوق قوي وعايز يدخل الحمام.
I need to go to the WC اللي هي water closet اللي هي غالبا ما تستخدم في الصين وبعض الدول العربية. WC. طيب نلاحظ هنا بيقول لي ايه؟ ان كلمة men's room حمام عام للرجال في مبنى، وليكن مثلا مبنى حكومي او مبنى خاص بالعمل، هنلاقي مثلا ان الحمام الخاص بالرجال مكتوب على الباب بتاعه men's room. men's room. اما الحمام الخاص بالسيدات ladies room، مش women's room، لا ladies room. ladies room حمام عام للسيدات في مبنى عام، وليكن المبنى ده خاص بشغل او مصلحة حكومية او ايا كانت whatever يعني المبنى ده بتاع ايه. تمام. المهم ان هو مبنى عام. تمام. في نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، وما تنساش لو الفيديو عجبك تشترك في القناة وتعمل لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.